واذا كنا تحدثنا حتى لا انسى في بان النقطه اللي اتكلمنا فيها اللي هي جائزه نوبل للسلام، ان هي لم تقدم لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. فاتمنى ان كل انسان او كل اسره او كل رجل في بيته الحقيقه يعلم الاسره بتاعته او يعلم اولاده كيف هذا الرجل يعني نبذ العنف، كيف هذا الرجل اوقف الحروب وحافظ على الروح وحافظ على النفس البشريه، يعني بحكمته، بكل ما يصنعه من جميل لمصر الحبيبه. كل انسان يقول لاولاده، يعرفهم الراجل ده عمل ايه لمصر وعمل ايه لشعب غزه كمان، علشان خاطر ما حدش وقف مع شعب غزه قد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. لازم تعرف هذا الكلام. هو دايما ليه تصريح دايما يقول ايه، بس ما بيفصلش، هو بيجمل. ما تخافوش، لسه التصريح ده من يومين يا جماعه ما تقلقوش، ما تخافوش، اللي حصل مش هيحصل كذا كذا كذا. فالراجل ده فاهم وعارف اعتقد يعمل ايه يعني. اعتقد ان هذا الرجل هو هديه الله لمصر في الاونه الاخيره، يعني هديه من السماء. يعني لو لم يكن، احنا ممكن نقول هو هديه بكل المقاييس، والذي جاء في التوقيت المناسب لانقاذ مصر. والحقيقه اعتقد تخيل مصر والمنطقه، تخيل مصر والمنطقه العربيه في الفتره الاخيره 7-8 سنين الاخرى حتى الان، وخصوصا في التوقيت الماضي بغير فخامه الرئيس، كان الوضع هيبقى ايه؟ كان زماننا عامل ازاي؟ سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قالها في تصريح لقد انقذت مصر 2011 و2013. يبقى ده فخلي بالكم من بلدكم. يبقى ده صنع بشري ولا صنع الهي؟ لا، تخطيط الهي. لا، الله سبحانه وتعالى ارسله في توقيت مناسب لانقاذ مصر العروبه وإنقاذ المنطقة العربية مما كان سيحدث واللي حضرتك شفناه، والتهجير والإضرار بأرض سيناء ومصر. وأعتقد إنه بما أن حضرتك بتتحدث في السلام، إذا كنا تحدثنا في السلام النفسي والسلام الأسري والسلام المجتمعي والسلام فلا ننسى أيضا يعني صانع السلام في الفترة الأخيرة. يعني الحقيقة حضرتك شفت وتابعت، والعالم كله لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا صغيرا ولا كبيرا على وجه الأرض وعلى وجه الكرة الأرضية في الساعات وفي الأيام الماضية لم يتابع ما حدث بخصوص يعني إنهاء الصراع وإنهاء في المنطقة ما يحدث في المنطقة. من الذي أنهى هذا الصراع؟ من القائم الرئيسي على إنهاء هذا الصراع؟ من الذي وأد هذا الصراع وحافظ على سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حافظ على الأرواح وحافظ على إخواتنا في أطفالنا في غزة، وأنهى هذا الصراع هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان كده لا ننسى أن نتقدم له بخالص الشكر وخالص وأنا أيضا وأسرة البرنامج. ده أسرة البرنامج. ما دام حضرتك بتتكلم عن السلام، صحيح، هذا الرجل هو الذي أرسى قواعد السلام في الآونة الأخيرة. تمام. حضرتك فخامة الرئيس هل تعلم أنه لو لم يقل بأن التهجير خط أحمر لكان الأطفال مشردون الآن في كل مكان، ولكان الوضع أسوأ مما يتصور الإنسان. صحيح. لكن تخيل فخامة الرئيس لما يقول التهجير خط أحمر وهو الذي وقف وتصدى لهذا التهجير. تمام. وهو الذي منع أي إنسان تسوي له نفسه المساس بأن هو يعتدي على شبر أو على أي حاجة تمس مصر. حقيقة نحن نتقدم بخالص الشكر له. صحيح. على كل المستويات الدولية والمحلية وفي كل مكان. ما دام نتحدث عن السلام لا ننسى صانع السلام يعني. تمام. واكيد يعني الناس حتى في فلسطين وغزة عندهم وعي. احنا شفنا طلعوا بالاعلام المصريه فور توقيع، او هم عرفوا ان هو تم التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار على طول بالاعلام المصريه، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على طول طلعوا. فالشعب الفلسطيني عارف مين اللي بيقف معاه. عشان كده انا بستغرب جدا ازاي هذا الرجل يعني لم يحصل على جائزه نوبل للسلام. والله هو الاجدر. انت تعلم هو الاجدر بالحصول على هذه الجائزه. تمام. هم ادوها لمين يا شيخ محمد؟ بما انك اتكلمت بقى، ادوها لمين؟ واحده مواليه لنتنياهو والليكود والصهيونيه بالظبط. ده تمام. ادوها لمين؟ اللي اسمها المعارضه الفنزويليه ماريا. تمام. فوجئنا اللي هي بقى مناضله وحريات وبتاع، مواليه لمين؟ عامله اتفاق مع الليكود، عامله اتفاق مع نتنياهو، وكانت تدعم الحرب مع غزه. فاي حد هيبقى مع الحق والسلام عمر جائزه نوبل ما تروح له، لان حضرتك عارف هذه الجوائز حتى جوائز الاوسكار. هو الحقيقه هم يدوا للي عاوزين يدوه، لكن الحقيقه الواقع ومثلما شاهدنا جميعا الذي تصدى للتهجير
بكل حقيقه هو فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. وهو الذي يستحق جائزة نوبل في الآونة الأخيرة الحقيقة، هو يستحقها بجدارة. وإذا كان أي أحد آخر أخذها وأخذها يعني كشغل، لكن في الحقيقة في القلوب هو يستحق جائزة نوبل. تمام. طيب شيخ محمد، كيف يواجه الإسلام العنف؟ وقلنا كده طرق مختصرة ووصفات لمواجهة الإسلام العنف وسط ما نعانيه هذه الأيام من كراهية وعنف وتطرف إلى آخره. الإسلام يعني يرفض العنف بكل أشكاله. أنا عايز طرق وصفة 1 2 3 4. الإسلام يرفض العنف بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل أطيافه. يعني إحنا ينبغي على كل إنسان أن هو يعني ينحاز لأي جانب يضاد أو يوازي الجانب الذي ينحاز للعنف. ليه؟ لأن نحن أمة رحمة وأمة سلام. ويقول اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام مشتق، السلام مشتق من الإسلام. صحيح. فينبغي أن نبتعد كل البعد عن ما يوازي كلمة سلام. أي شيء فيه عنف، أي شيء فيه تطاول على الآخرين، أي شيء فيه اعتداء على الآخرين ويحمل معنى عنفي أو معنى يضاد لمعنى السلام، علينا أن نبتعد عنه وألا نقترب منه يعني.